اللعيبه اللي كان عندها دم كان زمان، يعني زمان اللعيبه كانت عندها دم. جيل ابو تريكه بقى والاجيال اللي قبل كده، والاجيال دي كان عندها دم. لما كان الفريق يتغلب ماتش كان بيبقى عندهم حاله غير طبيعيه. وائل جمعه كان بيحلق شعره، عشان خاطر ما يبقاش في حاجه تشغله عن التمرين وغيره. ابو تريكه كان بيروح يفتح النادي مع الناس اللي بتفتح النادي عشان يكون ملتزم. احنا بالنسبه لنا كان اكتر حد منفلت كان بركات وعماد متعب وغيره. متخيلين ان دول كانوا بالنسبه لنا منفلتين في الوقت ده؟ ماشي. دلوقتي احنا بنشوف كميه جليطه وكميه مش فاهم، مش عارف اسميها ايه، كميه ناس يعني ما عندهمش دم اطلاقا. ماشي. بعد الخساره اللي خسرناها والاداء ازاي الزفت اللي شفناه في مباراه بالميراس والتعادل المهين اللي احنا شفناه، رغم ان احنا عملنا ماتش كويس قدام انتر ميامي، لكن كان في بعض السذاجه على بعض مش عارف والله، ما عارف اسميها ايه. اللعيبه بتاعتنا بعد مباراه بالميراس شايفينهم عمالين نازلين بيعملوا شوبنج في امريكا، في نيوجيرسي. طيب يعني حضرتك ايه، احنا الاسواق عندنا اتمنعت؟ يعني احنا خلاص، ولا هم شويه مليونيرات نازلين بيتبضعوا؟ انا ما عنديش مشكله يا ابني، والله ربنا يبارك لكم في رزقكم خالص، ولا في حد من الجمهور عنده مشكله. بس احنا عندنا مشكله في قله الدم، عندنا مشكله ان الجمهور اللي مش مستفيد من اللعبه دي اي حاجه، هو اللي محروق دمه، هو اللي سهران لحد الساعه 3 الفجر يوم ماتش انتر ميامي يتفرج عليك، هو اللي فضل قاعد محروق دمه قدام مباراه بالميراس بيتفرج عليك، هو اللي عملك اساسا، هو اللي بيحتفي بيك لما بتكسب، رغم ان انت اللي بتحط الفلوس في جيبك. فانت كسبان خسران بتحط فلوس في جيبك. ماشي. والجمهور ده هو اللي بيتحرق دمه. فعلى الاقل يعني على الاقل يا جدعان، خلي في شويه من الاحمر كده تحسوا بيهم بالجمهور. ما حبكتش انك تنزل تعمل شوبنج، احنا مش معترضين في الشوبنج بتاعك يا عم، اعمله. بس ما حبكتش دلوقتي، ما حبكتش وانت داخل على مباراه يعني 90% ولا 95% منك انت كده كده راجع على اول طياره بعد المباراه. لكن على الاقل، على الاقل حسس الجمهور ان انت كنت متضايق. لكن دلوقتي اللاعبين ما بقاش شاغلهم اصلا الجمهور متضايق فرحان ولا في دماغهم. وشفنا طبعا حالات كتير بنفس الوضع ده. اللعيبه دلوقتي هم خلاص تحس ان هي بقت شله او رباطيه. ماشي. يقول لك الجمهور هيهج لي يومين ويسكت، خليهم يعملوا. تحس ان ايه، ان كلام الجمهور مش فارق مع اي حد اصلا اطلاقا. فبقى الموضوع مفيش لاعب عنده تأنيب ضمير حتى. يعني تحس ان مفيش لاعب عنده تأنيب ضمير. طب ما تعملوا فين المعسكر المغلق؟ قعدنا في بداية المعسكر وفرح العمدة اللي معمول من بداية كأس العالم عمالين نقول ان يعني ده عشان خاطر المكاسب المالية اللي تدخل النادي، وما عندناش مشكلة خالص. تمام. بس على الاقل يعني اقفلوا على نفسكم لحد مباراة بورتو يا عم، وبعد مباراة بورتو اعمل براحتك اللي انت عايزه. يعني اعمل براحتك اللي انت عايزه، لما تنزل مصر اعمل اللي انت عايزه. لكن المنظر اللي احنا شايفينه ده، كمية الاستهتار والاستخفاف، لا مش طبيعية، مش طبيعية. احنا مش ضد رفاهيتكم، مش ضد ان انتوا تستمتعوا، مش ضد. لكن يعني الجمهور له حق، يعني ليه حق عليكم. يعني انا مش فاهم بصراحة حاجة، يعني في منتهى الاستهتار والاستخفاف بعقول الناس وبالجماهير. سلام.